الفنان الكبير رياض أحمد. ومثل ما نوهنا كل من يحب أن يسأل رحمة ويسمع صوتها خليه يتصل بينا على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. وطبعا باسمكم باسم كادر صبحكم الله بالخير، أرحب بالفنانة الستار رحمة في استوديو صبحكم الله بالخير. رحمة صباح الخير وأهلا بك. صباح الورد عليك وعلى كل الشعب العراقي. أنا فرحانة إنه أنتم أول قناة أتواجد بها بالعراق، وفرحانة إنه أطل على قناة الفيحاء، لأن الفيحاء كانت دائما لها الدعم الكبير لرحمة من زمان، يعني مو من ستار أكاديمي، فأني سعيدة بوجودي وياكم. بالتأكيد احنا اسعد يا رحمة ان نكون اول قناة تحتضننا رحمة ويتعرفون عليها الجمهور بعد فترة طويلة ل3 اشهر واكثر من 3 اشهر في الاكاديمية، واكيد الكل كان يترقب رحمة باي قناة راح تظهر، وهذا بالتأكيد انجاز لنا. فبداية رحمة، بالنسبة الى صوتك وموهبتك، مثل ما نعرف انه انت من قبل الاكاديمية اكتشفتي هذا الشيء، لكن منو اللي شجعك ومنو اللي اكتشف بيش هذه الموهبة؟ هو يعني البيت عموما كلهم يعرفون انه اني اغني، بس ما كانت اكو فرصة حقيقية اني اني اطور بها موهبتي او انشرها يعني. فماما كانت يمكن هي اكثر شخص يعني مشجع، ايش قد ما اكون محبطة وما اريد اكمل وخلاص، بس ماما كانت المشجعة الاولى الي. نعم. وهي اللي اصرت انه تساعدني انه حتى افوت على ستار اكاديمي، والحمد لله. الحمد لله والشكر. أكيد تحياتنا لوالدتك، شاهدناها كان دورها جدا مميز بالأكاديمية من كانت ضيفة معاكم في داخل الأكاديمية، أيضا كانت منورة الأكاديمية مثل ما يقولون. طيب يا رحمة يا حبيبتي، هناك ربما بعض التساؤلات من الناس اللي يحبوش واللي هم كثار حول هوية رحمة، مواليدها، برجها، أكلتها، لأن هناك فد نقطة قلت لك عليها ربما قبل ما ندخل إلى الجو. بالنسبة لمواليدك بالبرايم الأخير بالفاينل ذكرت هيلدا رحمة من العراق عمرها 23 سنة، لكن هناك إشاعة تقول أنه رحمة عمرها 17 سنة. كيف مخلي يقولون 23 17 كل واحد؟ أيه تريدين أنت 17؟ كيفك؟ أكيد النساء احنا كلنا نريد نصغر. يخليه 17. 17 مشاهدينا رحمة أعلنت أنه مواليدها 17. طيب بالنسبة إلى برجك، مواليد أي برج؟ أنا برج الجدي. اها الجدي. طيب انتي محظوظة ولا لا؟ محظوظة، اكيد محظوظة. أنا اكتسبت محبة الناس الحمد لله والشكر، يعني أنا ما كنت أعرف من طلعت من ستار أكاديمي قاعدة أشوف شيء ما كنت متوقعته بحياتي، ولا كنت متخيلة إنه هذا الشيء يعني حقيقي صدق. يعني التليفون ما يهدى، الناس اللي قاعد تجيني اتصالات منهم من كل دول العالم، ما قاعدة أبالغ، يعني من كل دول العالم. هذا صحيح. نعم والله. فأنا بنظري إنه حتى إذا ما كنت محظوظة إني آخذ الأولى، محظوظة بمحبة الناس. بالتأكيد يعني هذا محظوظ. أنا سألتش محظوظة ولا لا لأنه بعض الناس يقولون إنه برج الجدي ما محظوظ، فعلى هذه دا أسألك. يمكن. طيب رحمة العراقية أكلتك المفضلة؟ أنا كل شيء أحب. صح ضعيفة بس كل شيء. طيب شلون اللي عاد قضيتيها بالأكاديمية؟ أكلكم محدود؟ أكلنا بالأكاديمية كنت أنا أعاني منه، يعني كنت أوصل مرحلة إنه لا أتعب نفسيا، أريد فد شيء، يعني أريد تمن، أريد هيجي، أريد أكل دسم. هناك لا، كان كله دايت وناجتس ومدري شنو حركات، احنا ما تمشي ويانا يمكن. اكيد. واكتشفت ايضا شيء انه رحمة كانت بالاكاديمية يعني تبينين وزنك اكثر مما الان. ايه يعني انت مذيعة وتعرفين الكاميرا تسمن اكثر وهاي. بالاكاديمي انا هسه ضعفت خلال هاليومين صراحة، مدى لحق اكل، وثاني شيء شوية الجو اللي صار لي 4 اشهر بيه طلعت منه شوية يعني قاعدة أحس بعدني ما متأقلم على الجو البرا اللي أنا يعني فقدته 4 اشهر عشت بيه بالأكاديمي. كنا ناكل ونشرب سوا ويا مجموعة من الناس، وشوية يرد لي فترة لحد ما أتعود. بالتأكيد مثل هذه حالة صعبة، وأنتم واجهتوا مشوار جدا صعب واختبار جدا قوي وكبير. طيب رحمة، أنت أكثر مطرب عراقي أو مطربة تحبيه؟ أكثر مطرب عراقي أو ماكو صراحة، الكل يعني كل فنان هسه تقولين دبلوماسية، ماكو واحدة مثلي صريحة،
اكيد هذا ما شاهدناه بالاكاديميه باليوميات. فماكو احد يعني مميز عن احد، يعني انا الكل احبهم، كل فنان عراقي عنده ستايل معين بيه يعني، فكل واحد متميز باللي هو عنده. فاني تقريبا كل فنان العراقيين كل واحد مثلا احب اسمع منه شيء، احب اذا اكون زعلانه اسمع فلان، اذا فرحانه اسمع فلان. طيب رحمه، فيما لو حبت ان تغني وتدندن ما بينها وبين روحها ايش تحب تغني؟ كل شيء. تعلمنا بالاكاديمي نغني اغاني بحياتي ما تتسمعتها. وتعلمتوا انه ممنوع تغنون وتتعبون صوتكم بغناء لا معنى له. ايه. من خلال المدرسه الصعبه والعصبيه دوري مي مدام ميري. صحيح. ايه. طيب الان لو ردنا ان تسمعينا فد شيء معين شو راح تسمعينا؟ والله اني بصراحه ما كنت محضره اني راح اغني، بس شويه ندندن سويا. ايه اوكي. نغني واجب لانه هواي تنطلب مني اغنيه بابا واجب. واجب بالروح الشريك يا حبيب، واجب واجب عيني تباريك يا حبيب، واجب واجب بالروح الشريك يا حبيب، واجب واجب عيني تباريك يا حبيب، واجب يا الحبك هين وهين واقرب من رمش العين، ما حد قالك يا زين، ما حد قالك يا زين، على عينك حاجب واجب. الله الله، صح صوتك، واكيد الكل في هدوء مو طبيعي بالاستوديو وبالكنترول على هذا الاحساس العالي والراقي. لا اكيد هذه شهاده من قبل كل العراقيين بصوتولك، واكيد من خلال متابعتنا الى الانترنت